اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، زي ما احنا متعودين يا حبايبي يا حلوين. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة. ادعوا لأبي بالرحمة، ربنا يرحمه ويرحم موتى المسلمين أجمعين. نبدأ الفيديو بتاعنا بسرعة بسرعة، يلا نجري كده على المقادير. عاملين النهاردة حاجة جميلة. بصوا ده، أول حاجة كوباية مية من الحنفية عادية جدا دافية زي دمعة العين. حطي فيها معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة وتدوبيهم. دي معلقة خميرة فورية، تدوبيهم كده بسرعة مع بعض تركنيهم على جنب. بص المعلقة كبيرة ما دخلتش، جبنا معلقة صغيرة نقلبهم بقى ونركنهم على جنب. يلا نركنهم على جنب ونشوف هنعمل ايه. ده كيلو دقيق يا حبايبي، من الدقيق بتاع المعجنات اللي هو دقيق الكوثر. ده احسن واجود انواع الدقيق اللي انا بستعملها بصراحة. لازم ننخله كده مرة واتنين عشان يدينا نتيجة حلوة وتبقى نتيجة مورقة. الاستاذ احمد طبعا عمال يهز ايدي ويقول لي ايه لازم احط التاتش بتاعي. حط التاتش بتاعه، غرق لي الدنيا. يلا ما علينا، حققنا له امنيته. دخلنا الدقيق بتاعنا ونحط بقى دي ايه المكونات الجافه بتاعتنا: ذره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين 2 كبار خل، وده الكوبايه بتاعت القهوه سمنه على زيت. وننزل بيهم كل مكوناتنا السايله الجافه حطيناها على بعضها. نجيب بقى مج كبير، كوبايه الشوب بتاعت العصير دي حطينا برضو مليانها ميه دافيه. والميه الدافيه ديت دوبنا فيها معلقه كبيره صلصه. ده السر اللي بيخلي العجينه معاكي حمرا. صلصه بتاعت اللي هي الصلصه المعلبه العاديه. والخميره بتاعتنا اختمرت واختبرناها وبقت زي الفل. حطيناها ونحط بقى ايه كوبايه لبن. احنا حطينا كوبايه ميه، حط كوبايه لبن. طبعا انا ما عنديش لبن بودر فعجنت بلبن، وبرضه هيديكي نتيجه حلوه. لو عندك لبن بودر حطي معلقتين بيديكي برضه نتيجه احلى. وكده ما عندناش لبن بودر، عجنا بلبن عادي هيطلع زي الفل معانا. يبقى كده الكيلو دي معانا خد كوبايتين 2 سوايل. كوبايتين 2 سوايل بس. بصوا العجينه ملزقه شويه، والعجينه ديت بتبقى فيها تلزيقه بسيطه بس مش تلزيقه جامده، يعني تلزيقه بسيطه. تعجني بقى بيها كده واحده واحده لحد ما تحسي ان انت خلاص ايدك نطفت من العجين. يبقى انت كده ايه خلاص. لا اديها لسه عايزه تتخدم، مش اقل من 10 12 دقيقه تعجني في العجينه. ايدك السليمه اللي ما بتعجنش العجينه ما بتمسكش فيها. لا مسكت فيها، لا احط بقى شويه دقيق تاني، ارش لها رشه دقيق تاني. لان بقول لكم الدقيق من دقيق بيختلف في ماده السوائل، في كميه السوائل. لسه عايزه خدمه شويه، طالما بتلزق في ايدك اللي ما بتعجنش لازم تعجنيها تاني وتخدميها، لازم اكتر من 10 12 دقيقه. كده خلاص انا غسلت ايديا وحسيت ان العجينه، بصوا ملمسها بقى عامل ازاي كده، ما بتلزقش في ايديا والعجينه بقت بتمط وجميله. بصوا بقت ناعمه وزي الفل. كده خلاص العجينه بتاعنا تمام التمام. نحط نقطه زيت بقى في البوله اللي عجننا فيها وندهنها دهنه جامده كده عشان ما تلزقش معانا. نحطها وبرده على الوش دهنه زيت، ويلا نغطيها بستريتش راب ونركنها مده لا تقل عن نص ساعه 3/4 ساعه. يلا الاستاذ احمد بيساعدني، بارك الله فيك يا احمد افندي. نركنها بقى في اي مكان. انا حطيتها في فرن البوتاجاز والنور قطع عليا وبقيت عماله اقول يا ربي مش هعرف اصور في الضلمه، بس الحمد لله ربنا كرم والنور جه ولقيتها اختمرت بالجمال ده زي ما انتم شايفين. بقت ما شاء الله عامله ازاي. نلمها بقى كده ونزلتها على الكوانتر بتاعي وقطعتها ل4 اجزاء، 4 كور. نحط ال4 كور كده على جنب ونشوف هنعمل ايه. كل كوره
بنفضي منها الهوا كده وهتختمر معانا تاني. نبدأ بقى نشوف اول واحدة هنعمل فيها ايه. بصوا العجينة طرية وجميلة جميلة وهشة. بفردها بقى بالمردانة فردة حلوة، وببدأ بقى بص السمك بتاعها. اي كوباية، احنا مش هنقف على حاجة، كوباية معانا عشان كله يبقى مقاس واحد، وكل الفطاير بتاعتنا قد بعضيها. وادي معانا الحتة اللي اتبقت اللي هي الهادر، مش بنرميه طبعا، بنلمه ونرجع نعيده من تاني. دي جبنة قديمة ودي جبنة رودس. لقيت الأستاذ أحمد كل العلبة طبعا، رحت حاطة حتة جبنة قديمة على حتة جبنة رودس، طعمها بقى تحفة. نقلب بقى كده وبالراحة نقفلها زي الساندوتش عشان الجبنة بتاعتنا ما تخرجش. معانا الصينية بتاعتنا مش دهنينها أي مادة دهنية، واقفل عليها كده بالراحة وعشان الجبنة ما تخرجش. نعمل معاكم الكمية دي وارجع تاني اقولك بعد ما تعمليها تفرديها وهي بتلم تاني، يعني انت بتفرديها وهي بترجع تختمر من تاني. قفلي عليها كويس وبروميها. الكوبايه ديت معاكي بتقطع طبعا، انت حاسه ان انت لازم يطلع كله مقاس واحد. خلاص خلصنا الكميه كلها، والاخر كوره ديت هوريكم هنعمل ايه. بنقطعها تقطيعات كلها طبعا، بنطلع منها الهواء ونبدا نقطعها ونركنها ترتاح لمده ما فيش مكان، ما بتكملش 3 4 دقايق. دي هعملها بطريقه تانية زي البوريك، اصبروا كده هنشوف هنعمل ايه. نحط بقى حته جبنه ونقفل كويس على الجبنه. وبقطعت البيتزا نفتح كده فتحات صغيره ونلم. الله الله، بصوا ايه الجمال ده. نعمل معاكم ايه واحده تاني. بسكينه صغيره ليها سن بفتح بقطعه البيتزا، وزي ما بقول لكم كده تتكي عليها لحد ما تحس انها خلاص قفلت على الجبنه عشان ما تطلعش منك الحشوه. يلا نذكر ربنا ونقول ايه، نسبح ربنا ونذكره ونقول سبحان الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لك الفطاير دي هشه وجميله، وبتنفع في الفطار، تنفع في اللانش بوكس للاطفال. وعلى بال ما خلصت صينيه كانت التانيه اختمرت. انا مش بحب ريحه البيض بصراحه يا حبايبي، بتبقى ريحه زفره ومش كويسه في المعجنات. انا جبت شويه لبن، حبه لبن على الوش كده عشان الوش معانا يحمر، والحبه البركه والسمسم اللي انا هحطهم يثبتوا على وش معجنات. في ناس تحط شويه لبن على بيضه، بس انا مش بحب البيض بصراحه، بيديني ريحه زفاره مش بتبقى مستحبه بالنسبه لي. اللبن جميل وبيخلي الوش بتاعها يختمر ويحمر، وهوريكم في الاخر كده وهي حمر وهي خارجه من الفرن شكلها عامل ايه. مسحه لبن وترش حبه البركه او السمسم بيخليها تثبت على وشها كده. مولعين الفرن بتاعتنا على 180 درجه. عملت صينيه بالحبه البركه، والصينيه دي عاملها بالسمسم عشان كان عندي حبه بركه صغيرين مش كتار، اخدوا يا دوبك صينيه بالعافيه. الصغنانين اللي ما اختمروش دول لقيتهم لازقين في الصينيه الكبيره، خدتهم تحسوا انهم حجمهم صغير. الصينيه التالتة بقى برضو دهنة لبن، ونحط على وشها سمسم، وعلى الفرن على طول. ما بتاخدش معانا سكه 12 13 دقيقه، ربع ساعه بالكتير. بصوا حبة البركة على حبة سمسم، مفيش حبة البركة سمسم ماشي، مفيش
سمسم، حبة البركة، ماشي، اي حاجة في البيت موجودة بترشيها بتديها طعم، بتديها ريحة جميلة. وعلى الفرن 12 13 دقيقة كده. خلاص خلصنا الصواني بتاعتنا دي، الكمية كلها دخلت قعدت 12 13 دقيقة، من 12 لربع ساعة تسوية جميلة. تحس ان الصينية من تحت بقى لونها اشقر. ولعي الشواية دقيقة او دقيقتين، اديك اللون الجميل ده تحفة. اول ما طلعت اديتها بخة بالبخاخة وغطيتها، بصوا تحت زي فوق وعلى الجمال. بصوا هشة وجميلة تحفة. دي اتحمصت مني كانت تحت الشواية. الصبح هتفطري بيها مع كوباية شاي، بنتك رايحة شغلها، رايحين في اللانش بوكس في المدرسة، بيبقى جميلة. بصوا قلبها مفتح وهشة وجميلة، والجبنة القديمة مديها طعم وريحة تحفة. ودي اللي احنا فتحناها اللي فتحت قطعة البيتزا. بصوا قلبها فاضي ازاي، والله طعمها وريحتها تحفة. املي الخير املي البيت خير. يلا قومي الجدعاني كده. عارفين يا حبايبي عملت معانا قد ايه؟ عملت معانا 54 قطعة من الباتيه ده، بمعلقة جبنة قديمة على معلقة جبنة روديس بعد اللي الأستاذ أحمد كلها. وبقى معانا تحس بريحة الخير في البيت. بقى معانا كمية كبيرة، تقومي الصبح تفطري تديله هو يفطر، تبقيش حاملة هم ولادك. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب لتيتا زوزو. يا اخواتي بحبكم في الله. السلام عليكم. ايه عندليه؟